أستاذة، الضرايب هتجيلي عالية قوي على العقد، فبعد إذنك اكتبيلي مبلغ أقل. ده البايع هو اللي بيتكلم، فالمشتري بياخد رأيي أنا برفض. ليه؟ ما ينفعش تبقى شاري شقة ب1,000,000 جنيه وتقولي اكتبها لي ب500,000. لا معلش، أنا موكلي دافع ال1,000,000 جنيه، فأنا هكتب له 1,000,000 جنيه. ليه؟ في أي وقت هو عايز يفسخ العقد مش هيديك غير ال500,000 جنيه، مش هيديك ال1,000,000. ليه؟ عشان العقد مكتوب فيه ال500 مش ال1,000,000، فبالتالي أنا بأذيك وبضيع حقك. أو لو أنت اللي عوزت تفسخ العقد كمشتري بسبب مثلا عيب جوهري في الشقة، أو طلع عليها رهن أو تمكين أو أي حاجة من دي، ساعتها لما هطلب الفلوس من المحكمة القاضي هيحكم لي بال500,000 الموجودين في العقد، ومش هينظر لموضوع لا دول كانوا 1,000,000 بس مش احنا عشان الضرايب كتبناها 500. عشان كده نصيحتي ليك اللي دفعته يتكتب، ملكش دعوة نهائي بالضرايب، الضرايب مش عليك، ده عليه هو.